هل ودك ترفع مزاجك؟ هل ودك ترفعين مزاجك؟ ترى يا جماعة الموضوع أسهل من اللي تسوونه بكثير. الإنسان دائما سعادته ترتبط بعقله بمزاجه، هنا بالمخ، يعني هو يخاطب المخ. رافعات المزاج اللي يسمونها رافعات المزاج وأدوات الكيف تبدأ بالشاهي، بالسكر، بالكيك، بالأكل، بالقهوة، بالدخان، بعدين ترتفع للمشروبات الروحية والسكر وإلى كله عشان الناس تضرب في الدماغ ويتحول الدماغ إلى مزاج. في طريقة أسهل يعني من هاللفة ذي. لا تصير زي جحا قالوا له وين إذنك؟ ما قال هذه، قال هذه، مع إنه يقدر يقول هذه. العلماء يقولون أن الإنسان إذا وصل للتوازن النفسي والتصالح مع النفس حيكون سعيد بدون شيء. ونيتشه يقول أفضل أنواع السعادة هو أن تكون سعيد بدون إضافات. أنت إذا القهوة والحلا دخلوا لك سعادة فالفضل للقهوة والحلا. إذا الدخان أعطتك سعادة فالفضل ليس لك، الفضل للدخان. إذا أنت شربت شراب وزدت وصرت سعيد فالفضل للشراب وليس لك. أنا أبغى وين فضلك أنت وين فضلك؟ يعني ترى الطفل لو أعطيته حلويات انبسط. ليه؟ لأنه الحلويات تخليه ينبسط. فأنا أبغاك تكون تعتمد على نفسك أو تعتمدين على نفسك بأن الإنسان يصنع سعادته بنفسه بالتوازن. بعد كذا يشرب قهوة يزيد السعادة، يعني لا، جيد أن الإنسان يعني يشرب شاهي زي يزيد سعادته، يشرب قهوة يزيد سعادته، يأكل تمر يزيد سعادته، يأكل كيك. لكن أنت من الأساس لازم تسوي فرشة للسعادة في عقلك، تصير سعيد بدون أي إضافات، بعدين تضيف على كيفك. لكن أنت إذا ما أضفت أي شيء تصير سعيد مدة الأكل، مدة الحلا، مدة القهوة، لا راح مفعولها ارتجاع، رجعت تعيس. فكروا في الموضوع جيدا. ترى التصالح مع الذات والتآلف مع الذات هو أقوى أسباب السعادة. أتذكر مرة واحد سألوني قالوا لي من أقرب صديق لك؟ قلت نفسي. إذا صدقت نفسك، لكن لما تكون مستوحش من نفسك. أنا أشوف الناس ما يقعدون، لو قعد لحاله 5 دقيقتين ارتجف بسرعة، أخذ جواله، ذا ما يبي يستفرد بنفسه. ليه تخاف من نفسك؟ إذا دخل الحمام بسرعة يطلع، لأنه هذا الوقت الوحيد اللي يختلي بنفسه. اختلي بنفسك، وإذا حسيت بوحشة تصالح مع نفسك. لا تصير أنت ونفسك، ايش يقول عقاد الفيصل كني معه في حرب وجهاد. تصير مع نفسك حرب وجهاد، انت متضارب مع نفسك. هذه نفسك هي اللي حتستمر معك من يوم ولدت لين تموت تروح. فانت اذا ما تصالحت معاها ما حتنبسط. فكروا في الموضوع، فكروا في الموضوع مرة ومرتين وثلاث، بس خلاص يا عمار لا تصور. طيب أكمل يا عمار. عمار يقول لي كمل بالله، عجبه الحديث. أنا يعجبني عمار إنه ما شاء الله تو متخرج من ثالث ثانوي ويحب كلامي، معناته إنه أنا قريب من هذا الجيل. ثانيا إنه عمار عبقري ويفهم. آه، فعلا الناس دائما مركزين على الدخان وعلى أضرار الدخان وعلى شتم المدخنين. في أمريكا الآن بحوث كبيرة تحذير أن السكر أخطر من الدخان. والقهوة بهالشكل اللي نشربها، اللي يشربونها الناس، أنا ما أشربها، بشكل مسرف أيضا هذه مضرة. أشياء كثيرة مضرة إذا أنت ما توازنت فيها. في إسراف في أكل الحلا بشكل كبير يوميا. أنا أشوف الأسر بعد المغرب كذا سطل حلا وتمر وقهوه، وهات يا قهوه، وهات يا تمر، وهات يا قهوه. مضاربه انا اسميها مباراه التمر والحلا. ايش القهوه والحلا؟ مين يفوز؟ مين يغلب اكثر؟ هل المراره حقت القهوه تغلب الحلا، السكر حق الحلا، ولا سكر الحلا يغطي على المراره؟ ما أعرف. ترى هذا مضر. هم نجلد المدخنين يا حول، نجلدهم مع انهم مساكين اللي يدخنون. مساكين ان شاء الله يتركون الدخان، بس مساكين. لكننا حاطين كل غضبنا على هذول. السكر يا جماعه والله بالذات السكر الابيض. أنا قريت بحث قبل كم يوم لواحد عالم أمريكي في السكريات، يقول يجب أن الحكومة تصدر إعلانات بتحذير من السكر، بالتحذير. هذا الكلام أنا ماني متخصص، لكن أنا أقرأ المتخصصين. ما حد يقول لي اسكت، لا أنا أقرأ وأعطيكم من بحوث علمية جادة أن السكر مضر إلى أبعد حد. لكن احنا دائما ما نجلد المدخنين وبس، كأنه هم الوحيدين اللي كاسرين التسلل حق الصحة. لا، ترى حتى اللي يشربون قهوة باستمرار بشكل مسرف، حتى اللي يأكلون حلويات بشكل مسرف، بالذات السكر. خلونا نعيد السكر ونزيد السكر. المقليات ما حد يحذر منها، مع انها هي زي، ايوه الغازيات ما حد يحذر منها. الغازيات صار بالعصر يشربون الظهر
وبعدين يقول اعطينا غاز عشان نهضم. الله يرحم جدي قال وشو له تهضم وشو له تاكله اذا بتهضم وخله ببطنك. وفي الليل يشرب غازيات عشان يهضم. وهكذا اكل وتهضيم، تهضيم واكل، اكل وتهضيم، يلا وسباق وبس، خلاص ما حتكلم.